تتخيل ان الطفل ده اتقتل والجريمة بتاعته كانت لايف على الدارك ويب، وكل اللي كان مدبر الجريمة دي مش واحد كبير، ده طفل صغير زيه بالظبط. والصدمة الأكبر إن القتيل ما كانش غريب عنه، ده كان أقرب شخص ليه والوحيد اللي كان بيثق فيه. إيه اللي حصل ومين اللي عمل كده؟ خليك معايا وأنا هقولك الحكاية. في عزبة عثمان في شبرا الخيمة سنة 2023 ظهر هناك شاب غريب اسمه طارق ما كانش حد يعرف عنه أي حاجة، ولا هو جاي منين ولا تبع مين. بس الغريب إن طارق قدر يكسب ثقة الناس بسرعة جدا، وكان دايما يقول إن هو مريض وعنده السرطان، وهو اللي بيصرف على علاجه وعلى نفسه من غير ما حد يساعده. وكان باين عليه جدا إن هو متدين زيادة عن اللزوم، والكلام ده خلى الناس تصدقه وتتعاطف معاه، وفعلا الناس حبته وبدأت تساعده، وبدأ يقرب من أهالي المنطقة بس مش من الكبار، كان بيقرب من الأطفال. وفي الوقت ده اتعرف على طفل اسمه أحمد محمد سعيد وعنده 15 سنة، ومن هنا بدأت الحكاية الحقيقية. أحمد كان شايف حاجة مختلفة جدا عن طارق، إن هو محترم وقدوة، وكمان كان بيهتم بيه زيادة عن اللزوم. ومع الوقت الثقة دي بدأت تكبر بشكل غير طبيعي. بس السؤال اللي مستخبي ورا الصورة اللي واضحة دلوقتي، خلال 4 شهور طارق بدأ يختفي بالأيام، اختفاء غريب ومن غير تفسير، وفجأة رجع بس مش زي الأول. كان معاه فلوس كتيرة جدا وغير تليفونه، حتى لبسه اتغير. ولما الناس سألته قال لهم إن أخويا مات وساب لي ورث كتير جدا، والناس صدقته. لكن الحقيقة إن طارق كان بيكذب على الناس، لأنه كان بيكلم شخص من بره مصر على الإنترنت، والشخص كان قاعد في الكويت، وكان بيعرض على طارق فلوس كتيرة جدا مقابل جرايم يعملها له، لأن الشخص ده كان شغال على الدارك ويب، وطارق كان أي جريمة بيعملها كان لازم يصورها. ومع الوقت العلاقة ما بينهم بدأت تكبر أكتر وأكتر، وفي اللحظة دي تقدر تقول إن طارق يقدر يعمل أي حاجة مقابل الفلوس، لحد ما جاله عرض بمبلغ 5 مليون جنيه، وما كانش يقدر يضيع الفرصة دي من إيده. كل ده كان مقابل إن هو ينفذ جريمة، لكن المرة دي ما كانش تصوير بس، كان عايزه يفتح لايف وهو بينفذ الجريمة. وفعلا طارق وافق، ويوم 15/4/2024 أحمد نزل من البيت وراح يلعب في البلاي ستيشن زي كل يوم. ومن اللحظة دي أحمد اختفى تماما، وآخر مرة ظهر فيها كان ماشي مع طارق، وأهل أحمد بدأوا يدوروا عليه ويسألوا عليه، لكن ما كانش ليه أي أثر. لكن الحقيقة كانت أبشع بكتير، لأن طارق استدرج أحمد للشقة، وهناك نفذ جريمة محدش كان يتخيلها إن في بني آدم ممكن يعمل كده. لكن الصدمة إن ده كله كان بيحصل في مكالمة فيديو مع الشخص اللي في الكويت. وبعد حوالي أسبوع الأهالي بدأوا يلاحظوا ريحة غريبة ومش طبيعية طالعة من شقة طارق. في الأول افتكروا إنها حاجة عادية، لكن مع الوقت الريحة بتزيد أكتر وأكتر. وفي الوقت دخلوا الشقة، وأول ما الباب اتفتح المنظر كان صادم. جثة مرمية على السرير وملامحها مش واضحة، وكان في كيس جنب الجثة وفيها أعضاء داخلية زي الكبد والكلى والأعضاء اللي زي كده. ولأن الجثة كان مفتوح بطنها من النص، فبلغوا الشرطة، وبعد الفحص أكدوا إن الجثة دي بتاعت أحمد. في البداية الشك راح ناحية تجارة الأعضاء، خصوصا عشان المنظر اللي شافوه، بس الحقيقة طلعت أبشع من كده بكتير. إن الهدف من كل الجريمة دي مش تجارة الأعضاء، لأ، الهدف الرئيسي هو التصوير للجريمة وللشخص وهو بيتعذب، لأن الفيديوهات والصور دي بتتباع على الدارك ويب بفلوس كتيرة جدا. بس السؤال المهم، مين الشخص اللي كان بيتفرج؟ وكم مرة الجرائم دي اتكررت؟ بعد القبض على طارق اعترف عن الجريمة بالكامل، وقال إن هو ما كانش لوحده، وفي شخص تاني كان معاه طول الوقت، والشخص ده اللي هو في الكويت. وتم تتبع الشخص ده، والصدمة إنه طلع مصري الجنسية وعنده 15 سنة، يعني مش كبير، ده طفل. وتم القبض عليه وترحل على مصر، لكن اللي انكشف بعد كده كان أخطر بكتير. التحقيقات أثبتت الشخص ده كان متورط على نشاط على الدارك ويب، ودي ما كانتش أول جريمة هو يعملها. وهنا الصورة بقت واضحة إن طارق كان المنفذ، والشخص اللي في الكويت كان هو العقل المدبر. والحلقة لحد هنا خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.